طب بصي ده، شايفه الديكولتيه بتاعه حلو ازاي؟ مش اوفر ده شويه؟ يعني لما في خطوبه واحده صاحبتي هلبس ده، امال في خطوبتي انا هلبس ايه؟ خليكوا افضلوا تدلعوا وتتفرجوا على الفساتين والهيافه وبيرجعوا يعيطوا يوم الاحد بعد الامتحان. طب ما تسيبك انت من الضح ده كله وتيجي تتفرجي معانا على حاجه تنفعك. والديكولتيه بقى ولا ينفعني؟ ده على اساس ان انتهي في ماده دكتور هاني البحيري مثلا. طب خدي البريك واقعدي معانا شويه، ما انت من ساعه ما جيتي وانت عماله تذاكري. طب والله انا غلطانه، انا عايزه الخص لكم الملزمتين قبل ما امشي. تمشي واحنا مش متفقين هنبات مع بعض النهارده؟ انت قلتي ان مامتك وافقت. يا بنتي والله ما وافقوا، وفين وفين اصلا على ما اقنعت ماما. واول ما بابا جه وجيت اقنعه بعتني في اول محطه، قالت له عندك حق يا يسري، ما عندناش بنات تبات بره، بيعتبروا المعادي دي بره، تخيلوا. طب بقول لك ايه، سيبك منها. بصي على ده كده. اوفر برضه. ايه يا بنتي بتكلمي مين؟ دي ملكه الافواره. طب عارفه البنت اسماء دي يوم فرحها هتبقى عامله ازاي؟ والله بجد هتبقى داخله قاعه كده في فستان مفوش شبه الكابوتشا وعمر مسك لها ديلها 3 متر وراها، ولا كانها شجره الدور تتجوز زي 60 ايبك. هبقى كوين يعني؟ طب وايه الجديد؟ ما انا على طول كده، ايه المشكله يعني؟ وبعدين هو ايه فايده الجواز لو الواحده مش هتبقى يوم فرحها كده ملكه؟ يا سلام، هو ده الجواز بالنسبه لك؟ بالنسبه لاي حد يا كئيبه. تافهه. كئيبه. امال انت ايه الجواز بالنسبه لك؟ الجواز بالنسبه لي جواز يعني بيت، استقرار، اسره، عيال كده اربيهم ويكونوا بيحبوني. ايوه يعني كله شبه بعضه يعني. لا اكيد مش كده يعني، اكيد طبعا نفسي اتجوز واحد يكون بيحبني وبيتقي ربنا فيا. يعني ايه يعني؟ امال الضحي اللي انت بتنيليه ده لازمته ايه؟ وشغلك ومستقبلك فين؟ بصوا، هو الاكيد بعد كل الدح والمذاكره اللي انا بذاكرها دي، نفسي اشتغل في مكان كويس، اقبض مرتب كويس، ابقى ست ناجحه. بس لو كل ده هيجي على بيتي وولادي، بيتي اولى طبعا، ما فيهاش كلام. ايوه بس ما بتحلميش كده بفارس الاحلام؟ لا، ايه جو الافلام والمسلسلات ده؟ انا الجواز بالنسبه لي يعني بابا وماما بقالهم اكتر من 20 سنه سوا، بيخاف عليها، بيقدرها، بيحترمها، وهي بتموت عليه من الهوا الطاير. طب بذمتكم في عيشه احلى من كده؟ كل ده حلو، بس والحب؟ طب ما هو ده الحب. مفيش حد فيهم بيحاول يضايق التاني، بيفكروا سوا، بيرتبوا حياتهم سوا، بيحلوا مشاكلهم كده بالعقل من غير ما اي حد بيتدخل بينهم. مش تقولي لي بقى تفاهات وديكولتيه ويلا قومي انت وهي، عايزين نذاكر، عايزين ننجح، الله يكرمكم. يا ساتر عليك يا ساتر، كئيبه. مش هكأب منك. وريني حاجات تانية. طب والله دي قلت حلو. حاجة تانية. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.